يبانوا لي شي تصاور شنقول ما ديال شي وحدين ما عندهم حتى علاقه بالسبور اصلا. او حسن مكياس معلقين تصوير شو عمرو تجرى. السلام عليكم. قال محمد محبوب مخرج برنامج ستاند اب كوميدي إنه لم تكن لصناع البرنامج الذي يبث على شاشة الأولى نية التنمر أو الاستهزاء بالفنان المغربي حسن مكيات من خلال العرض الكوميدي الذي قدمه أحد المتبارين في البرايم السادس من هذه المسابقة. وأوضح محبوب في تصريح له أن الكوميديين عادة ما يستخدمون قفشات من هذا النوع في عروضهم الفكاهية، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التطرق إلى هذه المواضيع وإعطاء أمثلة بفنانين آخرين، الأمر الذي تابعناه منذ أيام بمسرح الحي. وحسب مخرج برنامج ستاند اب فإن المتباري لم تكن له نية التنمر أو الاستهزاء من الفنان حسن مكيات، مضيفا أن المدربين الذين يؤطرون المشاركين لم يتعمدوا إهانته بأي طريقة أو بأي شكل كان أو بعث أي رسالة عن الممثل حسن مكيات، كونه فنانا محبوبا لدى المغاربة وله جمهور عريض يحبه. وتابع نفس المتحدث تعليقه على هذا الأمر: لذلك أستبعد عنصر القصد، وخير دليل أن المشارك أنحف من الفنان حسن مكيات شكلا. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية إلى مسرح تضامن وتآزر مع الفنان المغربي حسن مكيات عقب تعرضه للإهانة والتنمر من قبل أحد المتبارين في برنامج ستاند اب كوميدي الذي يعرض عبر شاشة القناة الأولى، وهو من إنتاج شركة كونكسيون ميديا. ووجد صناع البرنامج أنفسهم في مأزق بسبب عرض فكاهي لمتباري ظهر في الحلقة السادسة وهو يقلل من شأن الفنان حسن مكيات ويصفه بعبارات تنمرية في خطوة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعاتب المتضامنون مع الفنان حسن مكيات القناة التي تبث البرنامج بشكل مسجل لسماحها بعرض المقطع الذي يتهكم فيه المتباري المذكور على الفنان الذي نحت اسمه في الساحة الفنية وتألق في عالم الكوميديا. وفي هذا الصدد قال الفنان حسن مكيات أنه لا يحمل اللجنة أي مسؤولية في الواقعة، مشيرا إلى أن لها الحرية الكاملة في الاعتراض على الموقف من عدمه. وأضاف مكيات في تصريح له: هم زملائي وأحترمهم، وربما وجدوا أن ما جرى كان عاديا لا يمس في نظرهم بالفنان بشكل عام، لكنني أعتبر أن ما حدث فيه مساس للجسم الفني كاملا. وأوضح المتحدث نفسه أنه لا يحمل المسؤولية أيضا للكوتش الذي تكمن مهمته في توجيه المتبارين ولا الكوميديين أو الكوميديا المشارك في المسابقة، عادا إياه غير ملم بالفن وأخلاقياته ومن الممكن وقوعه في الخطأ. وتابع مكيات: لكنني أعترض على بث المقطع في التلفزيون على اعتبار أن البرنامج مسجل، وهو من عدة مراحل منها المونتاج ومصلحة البث التي وافقت على عرضه للعموم دون أي تدخل.